السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم راح نقدموا خبز نخالة، يعني خبز القشيلة. راح نستعملوا هذا الكيلو، يعني اللي ما تعرفش ها هو خبز النخالة كيفاش داير. ونزيدوا معاه هذا البول نتاع لافارين، يعني راح نعطيكم خبز النخالة بكامل الاسرار. كاع كامل الاسرار نتاعو راح نمدهم لكم باش يخرج لكم ناجح. كاينه اللي بغات تستعمل هذا الخبز، هذا لافارين تاع النخاله تستعملها وحدها، واللي بغات تستعملها مع لافارين تستعملها. انا راح ندير لكم الوصفه تاعي وانتم ديروا تبعوا الطرق وديروا فقط يعني اللي تحبوه. يعني هنايا راح عندنا مغرف سكر و8 ملاعق خميره تاع الخبز، راح نديروها في هنايا في ذا البول تاع العجانه. راح نضيفوا كأس الماء عليهم، يعني نص كاس ماء، ونخلط. نستعمل هذه الملعقه الخشبيه. يعني راح نخلطوا هذه الخميره جيدا بعد ما تتفاعل. وهنا بعد ما خلطناه راح نديروا عليه هذه، نغطوه نخلوها تتفاعل وتخمر. يعني هنا البنات حبيت نوريكم واحد السر هو خاص بيا انا. اللي حبت تتحصل على غلوطين قوي وكثيف في العجينه تاعها اللي تستعمل، بالنسبه لي تستعمل العجانه، اللي ما تستعملش العجانه راح نعطيكم السر. راح نعطيكم واحد السر استعملوه وردوا عليا الخبر في التعليقات بعد ما استعملوه. العجانه يجي فيها هذا الكروشي ويجي فيها هذا نخلطوا به المادلين. كي تحبي تعجني استعملي هذا وراح تتحصلوا على غلوطين قوي، يعني يدير لكم المطلوع تاعكم ولا اي خبز رائع جدا. وراح تشوفوا معنا بالتجربه بالطريقه قدام عينيكم من الاول حتى الاخر. راح نمد لكم كامل الاسرار. وهنا بعد ما تفاعلت هذيك الخميره تاعنا اللي كنا حضرناها، راح نضيفوه هذا البول تاع لافارين كامل كما راكم تشوفوه. يعني في هذه العجانه، يعني بعد ما وضعنا هذاك البول تاع الفرينه راك نركبوا مع بعض الماشينه العجانه عفوا. يعني راح نركبوه معنا، اللي ما تعرفش كيفاش تركبه ولا في البيتخان يعني هكا فوالا. رانا ركبناه. راح نجيبو هذا البول تاع العجانه فوالا، بلاصوه هكذا مع بعضنا. راح نضيفوه هنا عندي ملعقه لحظه بودره حليب بودره مع ملعقه يعني زريحه البسباس، هذا مليح المصران. عندي ملعقه ملح. اللي ما فهمتش حاجه تكتب لي في التعليقات. مادامكم وصلتوا حتى لهذه المرحله حطوا لايك، اشتراك، تعليق شباب، واللي حبت اي حاجه تسالني. يعني هنا نهودوا هذه البطونه هكا فوالا كما تشوفوا. راح ندوروه العجانه تشوفوا. يعني هذا قلت لكم يعطيكم غلوطين روعه في اي معجنات. واللي ما عندهاش العجانه وحبت تتحصل على الغلوطين بيديها راح نعطيها طريقه كذلك تتحصل فيها على الغلوطين. الغلوطين هو اللي يخلي الخبز يجي شباب وهش من الفوق ومن تحت في فراغات، يعني في الداخل في اللب. راح نضيفه حبستها باش نزيد نهدر. راح نضيفه كأس تاع الماء على هذيك لافارين اللي كنا درناها. يعني هنا مازالنا غير مع الفرينه تاعنا العاديه، مازال ما ضفتش يعني الفرينه تاع النخاله او فرينه القشيله.
وراح نخلطو. يعني ودروك رانا نزيدو في هاد لافارين كما راكم تشوفوا. راح نضيفها هنا. فوالا كما كتشوفوا رانا كملنا كامل هذيك الفرينه، حطيناها في العجانه وراح نضيفوا الماء. يعني كما راكم تشوفوا فوالا راهي عجنتها. اللي باغي تقول لي كي داير الغلوطين ولا هذا ولا ما تعرفش، ها هو الغلوطين. يعنيك بالمرحله. هذا هو طريقه الحصول على الغلوطين. شوفوا العجينه كي تبدا تكسل معنا، هذا هو الغلوطين. ولكم اللي ما تعرفش تحصل، ما عندهاش عجينه وما تعرفش تحصل عليه باش يجيها خبزها خفيف وشبير، راح نعطيها المره القادمه ان شاء الله. تكتب لي في التعليقات وانا نعطيها الطريقه اللي تتحصل بها بدون عجينه على ماده الغلوطين في الخبز. حتى لو كانت الفارينه يعني هي صح يديروا نوعيه شابه تاع فارينه باش تعطيهم داك الغلوطين، بصح اللي ما عندها فارينه عاديه قلت لكم راح نعطيها الطريقه اللي تتحصل بها على ماده الغلوطين. طريقه جميله جدا. ودركا راكم تشوفوا يعني هذا العجينه حطيناها في هذا البلاط جاي مستطيل. والسر من بعد نقول لكم علاش حطيتها في بلاط جاي مستطيل او مربع وما حطيتهاش في بول دائري الشكل. والان راكم تشوفوا كيفاش حلينا العجينه مستطيل. يعني هنا راكم سويناها بشكل مستطيل كما راكم تشوفوا. راح نغطوها بهذا المغطى ونخلو العجينه تاعنا تخمر. بعد ما تخمر راح نقول لكم فيها اسرار باش تخرج. ودركا بعد ما خمرت شوفوا كي راهو طالع شباب، يعني تقول عليه مسكوتشو. يعني كتشوفوا ما شاء الله كي دير هكا وتشوفوها عاودت طلعت تعرفوا بلي هذا خمرت شابه. دوكا غادي نوريكم التقسيم على 3 انواع او 3 مراحل. المرحله الاولى يعني انا كوبات تاعي والله ما على بالي وراه هيك راح نستعملوا هذيك. يعني قلت لكم راح نستعملوا شحال من ميزه خاصه، يعني ميزات شابين راح نستعملوهم باش نقسموا هذا الخبز نتاعنا. يعني راكم تشوفوا هنايا راهم كاينين فقاعات يعني خمر ما شاء الله. راح نستعملوا هذا المول العجيب الصغير وراح نستعملوا هذا المول يعني بحجم كبير. يعني قلنا راح نقسموها على شكل دائري. استعملوا هذا المول كبير يعني راه كبير هذا شويه، ونستعملوا هذا المول المتوسط. اول حاجه راح نختاروا نديروه هكا. يعني كما راكم تشوفوا راني خديتها بشكل مربع. راح ندهنوا هذه، ندهنوها بشويه تاع الزيت باش تجينا الحبه مقسومه غايه. فوالا يعني انا علاه قلت لكم ديروها بشكل مستطيل. فوالا راكم تشوفوا معايا كيفاش راح نديروها. يعني ها هي الحبه اللي راني عليها وقلت لكم راح نرفدوها مقسومه. يعني فوالا نرفدها بشكل طلعي داك، نرفدها بشكل مربع وراح نحطوها راح نوضعوها في هذا. يعني راكم تشوفوا فيها راهي مربع خليتها كما هي. ومن بعد يعني راح نوريكم كامل، يعني غادي نوريكم كامل مراحل. فوالا كما راكم تشوفوا كما درت لها. يعني غادي يجي ها هو الفقاعات راكم تشوفوا في الفقاعات هنايا يعني ماهوش واضحين لكم. فوالا يعني ما درت لها والو، رفدتها كما كانت وحطيتها راهي في المول هذا الاسطوري الكبير مدور متوسط. يعني راح نوريكم كامل المراحل وانتم تختاروا الطريقه اللي تعجبتكم وديروا بها بعد ما يطيبوا وتشوفوهم من الداخل.
الطريقة الثانية راح نقسمه كذلك بالكوبات كما راكم تشوفوا. يعني تشوفوا في الغلوطين الله يبارك. يعني الطريقة الثانية راح ناخذها فقط القليل. تشوفوا يعني ناخذ هذه الكرة ونديروها يعني باش نستعملوها في هذا المول. يعني وهذه قاطعينها اجينا تشوفوا كي دايره. يعني راح نرولوها هكا فوالا. راني روليتها نخليها كيما هكا. وهذو كذلك. يعني راح نكملها كامل. يعني هنا فوالا الخبز تاعنا واحد ما طاب. يعني هنايا فقط راهي يبان هذا راه احمر فقط، الاضاءه راهي شويه قويه راهي يبان هكا. فوالا غادي نفتح معاكم الخبز تشوفوه. يعني روعه جميل جدا، يعني رائع جدا ما شاء الله. بصحتكم يعني جا والله العظيم مذاق رائع جدا، مذاق ولا يعني ما قدرتش نوصفه. يعني والله العظيم رائع رائع ما شاء الله. ما تنسوش جيم اشتراك بارطاج. ندير قطع.